انتوا عارفين ان انا حلقت شعري 3 مرات بس ما كنتش قصداها والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم حسناء شمس الدين، ميك اوفر سبيشاليست. من 3 سنين كده بدات اصبغ شعري، وانا عشان شعري لونه غامق كان علشان خاطر افتحه حطوا عليه حاجه، فبدات الشعره تضعف تضعف تضعف، كان منظره جايب لي اكتئاب. فرحت بقى قررت اشيله كله بقى، لانه كان خلاص كان حاله ميؤوس منها ان هو يتعالج. فدي كانت اول حلقه. ساعتها بقى قعدت عملت بقى جبت زيوت وقعدت اعمل انا خلطات، والخلطه اللي عملتها طولت شعري جدا وكانت حلوه قوي. وبعديها بقى رحت قلت ايه، خلاص بقى عايزه اعمل نيو لوك تاني، الواحد ما بيتعلمش من غلطاته، عادي معروفه يعني. فرحت ايه، صبغت شعري تاني، يعني درجه من درجات اللي هي زيتوني اصفر فاتح كده، يعني جراي كده. فشعري اتحرق تاني، فرحت قعدت احاول اعالج فيه ما اتعالجش. فرحت برضو استسلمت ورحت حلقاه للمره التانيه. الحلقه الثالثه دي بقى ما كانتش غلطتي، كانت الكوافير تقريبا كان بيعمل فيها مقلب، كان بيستظرف، فراح عمل لي بقى خرم هنا، والله شالوا زيرو بالمكنه. فانا بقول له ايه اللي انت عامله ده؟ انا قايله له يعني يخلي الجنب ده اصغر من الجنب ده، اللي هي زي بتاعه ياسمين رئيس. لقيته راح عمل لي خرم هنا، بقول له ايه اللي انت عامله ده؟ بيقول لي دي موضه. فبقول له هو انت يعني بتحلق للاعب كوره؟ ايه اللي انت عامله ده؟ فما عرفتش اخد منه لا حق ولا باطل بقى، فبدعي عليه لحد النهارده حسبي الله ونعم الوكيل. اضطريت بقى رحت الكوافير تاني، شال لي بقى الجنب ده كله، وكان لازم يخفف الجنب ده، فيعتبر كان شعري كان محلو زيرو برضه. خلاصه بقى الرغي ده كله ان انا جايبه لكم كل الزيوت اللي انا استخدمتها علشان خاطر شعري يطول. مبدئيا في شكر واجب جدا لازم اوصله البيج على الانستجرام. هم انا على فكره مفيش اي حاجه بطلعها معايا حد دافع لي ثمنها، بس هم ناس فعلا محترمين. يعني كانت بعتالي الازازه وبعدين لقيتها واقع نصها، فلما كلمتهم بعتوا لي واحده تانية بدلها. فحقيقي هم محترمين جدا، اللي هم بشكرهم دودي انديان برودكتس. انا جربت بقى زيوت كتيره، في حاجات انا عملتها وفي حاجات انا شارياها. الحاجات اللي انا جربتها وما عجبتنيش خالص، الزيت الافغاني ده ملوش اي لازمه، ولا بيطول ولا بيعمل اي حاجه. سيسا وهير لايف اللي هو معرفش اسمه رانج بوري ده، دول حلوين بس بيطولوا الشعر ببطء، او انا ممكن يبقى شعري بيطول بصعوبه فهم بيطولوا ببطء. الزيت ده ما فرقش معايا قوي، هو اسمه كيش كينج. اللي بقى بصراحه كان فظيع فظيع فظيع، كان خلطه زيت كنت شارياها من مصنع اللي بيصنع الزيوت في اسوان. فلو في اي حد في اسوان يروح يشتريها. انا عارفه ان الجرام غالي جدا بس حقيقي ثمنه فيه. يعني انا لما اشتريته كان الجرام حوالي 6 أو 7 جنيه، يعني ال 100 جرام ب 700 أو 600 جنيه. فأنا معرفش دلوقتي ممكن يكون سعرها وصل لكام. لو أي حد عايز الزيت ده حقيقي نتيجته مفعولها جبار يكتب لي في التعليقات، وأنا هقول لهم المكان اللي يقدروا يجيبوا منه. الزيت الكرياتين ده برضو بيتباع عند نفس مصنع الزيوت اللي في أسوان. ده بقى طلع الحل الوحيد في الكوكب للشعر المقصر. فعلا جربت كل حاجه، قصيت شعري وحطيت كل الماسكات كلها ممكن تعمل تطريه بس الشعر بيفضل مقصف. الكرياتين ده، زيت الكرياتين ده هو الحاجه الوحيده تجيب من الاخر. عادة ما ينفعش حد يقول لحد ايه احسن نوع شامبو، لان طبيعة الشعور بتاعتنا مختلفة، كل واحد مختلف عن التاني. بس انا شعري اصلا من بعد ما صبغته اتدمر. بس كان زمان كان احسن نوع شامبو ليا هو بانتين. اي منتجات لبانتين هي احسن حاجة بالنسبة لي. دلوقتي انا محتاجة حاجة اقوى، ولكن هذا المنتج، نطلع بقى دور بره كده، هذا المنتج هو سحري. انا جايبه لكم هنا كل واحد فيهم، هما الثلاثه بيعملوا نفس النتيجه، ولكن كل واحد فيهم بيحتاج يقعد وقت مختلف. فهذا المنتج بيستخدم لمده مره واحده، وبيتحط على الشعر حوالي دقيقه، وبيخلي الشعر طري وناعم جدا. هو من شركه بانتين. بعديه الهير ستايل ده او الهير ماسك ده من شركه هير ستايل، ده بسيبه حوالي نص ساعه او تلت ساعه على شعري، وبعد كده بيخليها طريه، بيخلي شعري طري وناعم جدا. او لو انتم ممكن عايزين تحطوا حاجه على شعركم وتناموا بيها تصحوا تغسلوها، ومش لازم تغسلوها، بس لو عايزين تغسلوها يبقى الماسك ده من لوريال. خطوه بقى كده اضافيه ملهاش علاقه بروتين العنايه بالشعر، ولكن اي حد شعره كيرلي حقيقي برشح له الشركه دي. انا والله مش بعمل لهم دعايه، ولكن هم فعلا يستحقوا ان الواحد يعمل ترشيح ليهم، لان انا شعري مش كيرلي، الكيرلز فيه مش واضحه قوي، هو ويفي شويه. بس هي الليف ان مع الشامبو والبلسم بيخلوا الكيرلز فيه واضحه، كأن انا مولوده شعري كيرلي جامد جدا. فهم حقيقي شاطرين قوي، فشابو شكرا ليهم على المنتج الحلو ده. الشركه اسمها سومافي عشان لو حد مش شايف. نصيحتي الاخيره في اخر الفيديو، محدش يلعب في شعره، محدش يصبغه. خلاص هتموتوا وتصبغوه، اصبغوه في البيت بشركه بلت، لان الصبغه بتاعتها ما بتنشفش الشعر. الصبغات اللي بتبقى عند الكوافيرات بتنشف الشعر وبتدمره. وبس كده، مع السلامه.